وسلم. ومع كلمة شيخنا الدكتور محمد إسماعيل، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنبدأ بالمباركة والدعاء للعروسين، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وعلى الخير والبركة وعلى خير طائر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهما وأن يرزقهما الذرية الصالحة التي يعزها بالإسلام ويعتز الإسلام بها. ثم أيضا نحيي ونبارك لصاحب هذا الحفل فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد، وهو من هو في أدائه الدعوي، وهو من هو في القبول الذي يضع الله سبحانه وتعالى لكلماته ولجهوده في خدمة هذه الدعوة المباركة، فجزاه الله عنا وعن هذه الدعوة خيرا. ثم كنا من قبل أشرنا إلى أنه ينبغي اغتنام مثل هذه المجالس ومثل هذه الأفراح في ذكر بعض الفوائد حتى لو كانت متناثرة، لكن أحسب أن كثير من الناس قد شبعوا أو تشبعوا من الكلام الرتيب في موضوع الزوجية وحقوق الزوجية وصفات الزوجة الصالحة إلى آخر هذا المقرر المكرر. يعني إن شاء الله نحاول أن نغتنم مثل هذه الأفراح بذكر بعض الفوائد حتى لو كانت متناثرة أو بعيدة عن المناسبة. خطر ببالي حديث رسول الله، وأنا يعني أتحرى في أي موضوع أتكلم كفائدة عابرة وسريعة، فحضر يعني الحديث المتفق عليه والذي رواه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنى يفقه يعني يفهمه، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفقهه في الدين يجب أن يفهم في ضوء قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل الشهير: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. والحديث رواه البخاري. فكلمة دين في قوله يفقهه في الدين تفسيرها نجده في حديث جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة مسائل أطلق على مجموعها في نهاية الحديث لفظة الدين: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. وإنما سأل جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات يعني الساعة. الذي ينبغي أن نلتفت إليه في معنى هذا الحديث المبارك الشريف أن مدح الفقه في الدين لا يختص بعلم الفروع الظاهر، إذ لا ينبغي أن يحاكم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وألفاظه إلى اصطلاح متأخر. فتخصيص الفقه في الدين بعلم الفروع الظاهرة هذا اصطلاح متأخر طرأ فيما بعد، لكن أصل الفقه في الدين هو خشية الله تبارك وتعالى، فالعالم هو من يخشى الله، والفقه هو خشية الله، بدليل قوله تعالى في سورة الحشر: لأنتم أشد رهبة في قلوبهم من الله
ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فيفهم منه أن العلم الحقيقي هو الخشية. فالفقه في الدين الذي امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا يختص بعلم الفروع الظاهر، بل أيضا يشمل كل ما يدخل في كلمة الدين، ومنها علم الأدب الباطن. بل هذا العلم هو أولى، لأنه هو المقصود من العلم، وهو ثمرة تحصيل العلم، ألا وهي تصفية الباطن من العيوب، ثم وتخليتها من العيوب، ثم تزكيتها وتحليتها بما يقربها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قالوا في تعريف هذا العلم: علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن، وذاك واجب على المكلف تحصيله يكون بالمعرف. يعني وفي هذا إشارة إلى تحري أن يتلقى هذا العلم ما أمكن على يد شيخ معرف يكون قد سلق هذا الطريق قبله وعلم آفاته وسبر أغواره، فيوفر عليه الخوض فيما قد ينقصه أو يخذله أو يعطله عن السعي الحثيث إلى تزكية النفس. إذن هذه الفائدة الأولى من هذا الحديث، وهي أن المدح في هذا الحديث لا يقتصر على علم الفقه بمعنى علم الفروع الظاهرة كفقه الطهارة والصلاة والمعاملات والأحوال الشخصية ونحو ذلك، وإنما هو يشمل كل أمور الدين، بل أولى الأمور يعني تزكية النفس وتصفيتها من الكدرات. الفائدة الثانية من هذا الحديث الشريف أن في هذا الحديث تفضيل من يفقهه الله سبحانه وتعالى في الدين، وبيان أن ذلك علامة خير، كما جاء في الحديث الآخر: خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين. فمن اجتمع فيه الأمران فهو يعني الفائز. فتفضيل العالم على العابد الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضل ليلة البدر على الكواكب، أو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فمثل هذا الحديث لا يعني أن العالم المفضل عار عن العلم، وأن العابد المفضل عليه عار عن العلم. فالعالم المفضل الذي هو أفضل لا يعني أنه يقتصر فقط على العلم، وكذلك العابد المفضل عليه لا يعني أنه عار عن العلم، وإنما المراد أن المفضل يغلب يعني علمه على عمله، والمفضل عليه يغلب عمله على علمه. لكن لا يتصور عالم بدون تعبد، ولا يتصور عابد بدون تعلم، فإن العابد بدون علم، خاصة علم فروض العينية التي يجب عليه طلب علمها، إنما يكون فاسقا. ولذلك قال بعض العلماء: وجاهل لفرض عين لم يجز إطلاق صالح عليه فاحترز. فإن من يقصر في طلب العلم المتعين عليه هو أولى بوصف الفاسق من غير ذلك من الأوصاف. وجاهل لفرض عين لم يجز إطلاق صالح عليه فاحترز، لأنه بتركه التعلم لم يني فاسقا يقول العلماء، لأنه يستحق بترك التعلم الواجب وصف الفاسق وليس وصف يعني العابد. فالعابد بدون علم أولى بوصف الفاسق. ولذلك قال بعضهم: وقائم بحق ربه وحق عباده فصالحا قد استحق. إنما الصالح من يقوم بحقوق الله وحقوق العباد. أما الذي يعبد الله على جهل وبدون علم فإنما يفسده